بحضر الأول التتبيلة بتاعتها، عبارة عن عصير ليمونتين أو 3، طبعا حسب كمية الوراك اللي عندكم. دول حوالي كيلو وراك، يعني ليمونتين. لو أكتر من كده ممكن نحط 3 ليمونات. نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الكاري، توم بودر، بصل بودر، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. وطبعا نص معلقة صغيرة من البهارات البيضة، معلقتين كبار من دبس الرمان. لو دبس الرمان مش موجود هنحط مكانها حوالي معلقة كبيرة من العسل الأسود، حبة ملح صغيرين. وبقلب الخلطة كده كويس قوي، التتبيلة قصدي كويس قوي. وبحط عليها حوالي نص معلقة صغيرة من الصلصة المعلبات، بتدي لون حلو قوي برضو للوراك. وبقلبها كويس. واجيب بقى هنا عندي الوراك بعد ما غسلتها كويس بالليمون وبالملح وبالدقيق وحبة صغيرين من الطحينة، بغسلها كويس بالحاجات دي كده كلها. وبعد ما اغسلها بسيبها كده تتصفى شوية قبل ما انزل عليها بالتتبيلة. بقلبها بقى كده كويس في التتبيلة بقى. كده نزلت بالكمية بتاعتي كلها. دي قطع وراك مخلية، اللي هو الجزء بتاع الشيش، مفيهوش الدبوس. تمام، مقطعة قطع زي ما انتوا شايفين كده. وبقلب التتبيلة بقى، الوراك في قلب التتبيلة كويس. وطبعا بنسيبها من ساعة لساعتين في التلاجة.